اسمح لي. لا اسمح لي اعلمك شوي. ليس كل من راى النبي فهو صحابي. لا 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 لا، هذه لازم تحذفها من مخك يعني. ليس كل من راى النبي صحابي، بل كل من راى النبي وامن به ومات على ذلك فهو صحابي. متاكد؟ ابن سلول راى النبي وابو لهب راى النبي. زين انت متاكد انه ما حد قال، لم يقل انسان كل من راى النبي من المسلمين فهو من اصحابه؟ متاكد لم يقل انسان هذا؟ أي إنسان قال أن كل من رأى النبي صحابي فهو مخطئ. لا، وليس معصوم، ولا هذا اللفظ قوله ليس حجة. هذا اللفظ عزيز أستاذ عزيز. نعم. كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين فهو من أصحابه. هذا الرجل مخطئ أم مصيب؟ هذا مخطئ. زين أنت الآن خطأت البخاري، لأن البخاري قال هذا الكلام. البخاري أين كان البخاري كل من رأى النبي فهو صحابي؟ وإذا أثبتت لك أمام الجميع الآن ماذا تقول؟ هذا يا أخواني، أضع القرآن هنا حتى لا أضعه على القرآن. هذا كتاب البخاري إخواني أمامكم، وسوف ترون صدق الشيعي، وأنا أقرأ من المجلد الثاني. هذا كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب فضائل. كتاب تقرأ من أي كتاب؟ البخاري المجلد الثاني من صحيح البخاري. نعم، من صحيح البخاري، والكتاب يشاهدونه الأخوة المشاهدون الآن على الشاشة. البخاري بوب بابا بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. أولا، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. نقطة. بعد ذلك حديث رقم 3649. أخواني وإكراما للأخ الفاضل، سوف أعلم هذا الأمر له حتى ينظره في الإعادة. هذه النقطة أمامكم. سوف أراجع. طيب، هذا يا أخوان كما ترون صدق هذا البرنامج وصدق الشيعي عندما يتكلم بعلم، مع العلم كنا نتكلم من حفظي، ولكن هكذا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصدق والكلمة الطيبة. من معي تفضل، من معي؟ معك عزيز من أمريكا. حياك الله أستاذ عزيز، تفضل. أنا عندي ملاحظة يعني. أول شيء قبل أن أبدأ، عندي خطاب الجزائري اللي يتكلم أمس وقال أنه بدل دينه لأن عمر قال في البخاري أن النبي هجر. لماذا لم تصح له يا أستاذ؟ أصحح ماذا؟ لماذا لم تقل له أن ليس في البخاري أن عمر قال إن النبي يهجر؟ طيب، أول شيء الآن سأجيبك، لكن أنا أرجو، هذه قناة محترمة، عندما تتكلم وأنا نتكلم في حدود الأدب واحترام المشاهد الكريم. إن شاء الله أنت أهل لهذا الأمر، وأرجوك أن ما ترتفع أعصابك وتكون تتكلم بهدوء. بارك الله بك. أما الجواب، اسمع. وردت في صحيح مسلم 3 ألفاظ. زين، اللفظ الأول أهجر بهمزة الاستفهام، واللفظ الثاني يهجر بلفظ قالوا يهجر، واللفظ الذي فيه عمر بن الخطاب قال غلب عليه الوجع. 3 ألفاظ وردت. زين، أتكلم؟ لا، أنت تريد أشرح لك؟ تفضل تكلم وبعد ذلك اشرح. لا، كيف أن الشيعي يشرح لي سني؟ هذا يعني مستحيل يعني. لا، أشرح لك. ممكن أنت تجهل الأمر وأنا أعلمك. ليش ما في؟ لا، مستحيل أن الشيعي يشرح لي سني. هذه أربع المستحيلات. طيب، بما أنه مستحيل، لحظة، أنت الآن جيت بموضوع وأنا لم أحضر عنه وسأناقشك من حفظي. شو رأيك في هذا الموضوع؟ السؤال
أنت الآن أمام الجميع تجيب عن هذا السؤال. أنت تنكر على المتصل المستبصر الذي ركب سفينة النجاة حفظه الله أنه نسب إلى عمر. هل نسب قبيحا إلى عمر؟ إيش بتقول أنت؟ إيش بتقول؟ ماذا تقول يا أستاذ وائل؟ ماذا تقول؟ أنت قلت لماذا لم تصحح للحر الجزائري أن عمر قال يهجر؟ لماذا لم تصحح له؟ صح؟ قل له بأن عمر ما قال في البخاري، ما قال ذلك كله. واضح. أنت وهمان. واضح. أنت غلطان. واضح. هذا معناه أنه لفظ يهجر قبيحة، فأردت أن تنزه عمر من هذا القبيح. اتفقنا؟ أنا أردت أن أنزه الإنسان عن الكذب، لا يكذب. لفظ يهجر قبيحة ولا شيء جيد؟ لفظ يهجر جاءت بمعاني كثيرة. لا، في معنى رزية الخميس شو كان معناها؟ في رزية الخميس جاءت بمعاني كثيرة. شو المعاني في الرزية؟ قطين المعاني أنا مستمع. قالوا ما له أهجر استفهموه، من الذي قال أهجر؟ لا، شو معنى يهجر؟ كلمة يهجر شو معناها في رزية الخميس؟ معنى الكلمة شو؟ الكلمة اللي بعدها تبين. قالوا ما له أهجر استفهموه. لا، مش هاي الكلمة. إن كلامه ما كان واضح. مش هذا الكلمة. الآن أنا الآن أنزه الإنسان عن الكذب، لأن أنزهك أن تكذب، لأنه في صحيح مسلم يقول قالوا يهجر نقطة، وفي لفظ آخر استفهموا هجر، هذا حديث آخر، وأنا أسألك عن كلمة يهجر، فأنزه الإنسان عن الكذب. الآن ما معنى يهجر؟ هل هي قبيحة أم شيء جيد؟ جاءت بمعنى أهجر يعني أمات، أفارق الحياة. هذه من أحد التفسيرات، ولكنكم تجهلون. لا شوف، خلينا نحترم بعضنا البعض. أنت قلت لي الكذب. لا، أنا قلت أنزه الإنسان. أنا رددت الأمر عليك. أنت قلت أنزه الإنسان عن الكذب، وأنا رددت عليك قلت أنزه الإنسان عن الكذب. أنا ما قلت لك كذاب. الآن أنا لا أتكلم بهجر يعني هجر الدنيا، واضح؟ أنا أتكلم لفظ يهجر، يا جيم يا ها جيم راء، يهجر، التي وردت في مسلم. هل هذه قبيحة أم جيدة؟ يهجر، مو الكلمات الأخرى. أنا وردت كلمة في مسلم ولا في البخاري؟ لا، في مسلم، في صحيح مسلم. هو قال في البخاري وقال قرأتها بعيني. لماذا لم تصح له وتقول ليس في البخاري؟ الآن أنت وافقت يا عزيز يا حبيبي يا نور عيني، أنت وافقت أن نتناقش. سألتك الآن لفظ يهجر قبيحة ولا جيدة؟ تجاوب إما قبيحة وجيدة وانتهي الموضوع. أنا سأجيبك. متى جاوب، يلا جاوب تفضل. أنت جاوب وأنا أشرب قهوة. أنت جاوب وأنا أشرب قهوة. أنت تجاوبني. اسمح لي يا أستاذ خلينا نتكلم بهدوء. أنا سألتك في الأول، تجيبني وتكر علي بعدين تسألني. شو؟ لماذا لم تصح له ولم تقل له أنه كان كاذبا في نقله بأنه قرأها من البخاري أن عمر قال شوف أنت الآن أنا أفترض أنك تستخدم هذه العبارات لغرض معين حتى تسيء إلى البرنامج ومستوى البرنامج. لا تقول عن الرجل وهو غائب ومحترم عندي أنه كاذب. أرجوك يا أخوان تعلموا الأدب، أرجوكم. إحنا يا أخي ممكن أنا أتعلم منكم، ممكن أنت تتعلم مني، ولذلك أنا كم مرة الآن أسألك وردت أنت تكلمت وأنا والله أغمض عيني وأتكلم معك. الآن أضع الكتاب أمام عيني وأتكلم معك. الآن وردت لفظ يا ناس، يا أيها المشاهدون الكرام، هذا المكرم أقول له وردت الألفاظ الآتية. ورد لفظ أهجر، استفهموه، أهجر. ووردت لفظة غلب عليه الوجع. ووردت لفظة يهجر. الآن هو أراد أن ينزع عمر بن الخطاب، فنسب الكذب لمن؟ للطرف الآخر المتصل،
معناه أنه غضب. لماذا ينسب إلى عمر بن الخطاب يهجر؟ شو معناها؟ معناه أن الرجل الآن المكرم المتصل معي يشعر أنه يهجر هي كلمة قبيحة وما ينبغي أن تنسب لعمر. هل هذا تقريري لما ورد في الاتصال صحيح أو لا؟ المفروض هو الآن ينقض، يقول لا، لفظ يهجر لفظة جميلة رائعة ما فيها شيء، أو يؤيد يقول لفظ يهجر لفظة بذيئة لا تصدر عن عمر بن الخطاب. الآن هل هي لفظة حلوة جميلة رائعة ولا لفظة بذيئة؟ لطفا بكل أدب واحترام لا تتجاوز على الآخرين، تفضل بالإجابة. أنا أريد منك يا أستاذ يا المكرم، يا أستاذ المكرم، أن تثبت له أو هو يثبت لي أن عمر قال أيهجر أو هجر أو أي كلمة من الهجرة التي أنت تقولها، بس اثبت. زين، وشو قال عمر؟ قال إن النبي غلب عليه الوجع. زين، شو الفرق بين غلب عليه الوجع ويهجر؟ غلب عليه الوجع لأنه إنسان مثل باقي الإنسان. لا شو ما معنى يهجر باللغة وبالاصطلاح، وما معنى غلب عليه الوجع باللغة وبالاصطلاح ففرقت بينهما؟ شو المعنى؟ أنت أعطيني أن هجر معناها غلب عليه الوجع. طيب ليش أنا أعطي وأنت اللي جيت باللفظة؟ ليش أنا أعطيك؟ زين الآن اسكت، أنا أعلمك. شوف أنت قلت الآن اسكت، علمني يا أستاذ. يلا الآن اسكت حتى أعلمك. شوفوا إخواني، علمني يا أستاذ. طبعا أنا أستطيع الآن أن أقرأ لكم من الكتاب، لكن سأتكلم من حفظي قربة إلى الله حتى يتعلم الأخ. الآن لفظ يهجر فيها معاني، وهذه المعاني هي واحدة من المعاني هي الهذيان والخرف، وحتى فيها معاني إذا شرحت القاموس اللغة تصل إلى معاني بذيئة جدا. واضح؟ الآن هو المكرم أراد أن ينزه عمر بن الخطاب عن التلفظ بلفظ يهجر. لماذا؟ لأنه صحابي، والمسكين لا يعلم أنه نزه صحابيا واحدا وأوقع جملة من الصحابة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه في صحيح مسلم وردت بلفظ قالوا يهجر، قالوا بالجمع وأقل الجمع 3. فالرجل نزه عمر عن القبيح بين هلالين إذا كان يعتبره قبيح، فأوقع الصحابة مجموعة من الصحابة في القبيح، فأخرجنا واحد وأدخلنا مجموعة من الصحابة. هذا الرد الأول. الرد الثاني، بس اسمح لي، لا أنا أكمل وبعد ذلك أعطيك. أكمل وبعد ذلك في هذه النقطة لا أكمل. تفضل. أنا إنما أردت أن أنزه أهل البيت، لأن الحديث يقول أن أهل البيت هم الذين اختصموا وقالوا ما له أهجر. يعني مين زوجات أهل البيت؟ لأن أهل البيت من زوجاته، تنزل زوجات النبي. أنت تقر أن أهل البيت زوجاته؟ أنت الآن تقول أنه زوجات أهل البيت، ولا أنا ألزمك بما تلتزم؟ أنت جيت باللفظ. يعني النبي قال اختلف أهل البيت، اختلفت حفصة وعائشة، اختلف مين أهل البيت؟ ولا الزهراء وعلي رضي الله عنهما. أي مين اختلف؟ هذا لك رضي الله عنهم، أنا لا ترضى، أنا ما مجبور أترضى. اي انا ما مجبور اترضى. لماذا؟ الان هذا موضوع ثاني، لا تقودنا الى موضوع ثاني، خلينا في موضوعنا. الان لما تقول اختلف اهل البيت وانزه، انت قلت انزه اهل البيت، يعني مين اختلفوا؟ زوجات النبي ولا فاطمة الزهراء ولا الحسن ولا الحسين؟ مين اختلفوا؟ الحمد لله أن جعلنا ندافع عن عرض النبي، ندافع عن عرض النبي ونترضى عن عرض النبي، وغيرنا يطعن في عرض النبي. الحمد لله. مين طعن؟ لا شوف يا أيها المشاهد الكريم، هل سمعتموني الآن طعنت في عرض النبي؟
حتى يقول وبعد شوي يكبر الحمد لله تكبير نحن ندافع عن عرض النبي. لماذا؟ هم يستخدمون هذا الأسلوب كي يخدعوا الناس. أنا ما قلت شيء، أنا قلت أنا ما ملزم أن أترضى عن إنسان فلاني، لا عن عائشة ولا عن عمر ولا عن أبي بكر، ما ملزم، لكن بنفس الوقت أحترم الطرف الآخر وأطرح الأمور بكل أدب واحترام. فكوني لا أترضى عن عائشة هذا لا يعني أني أطعن في عرضها، هذا منك أنت نفسك مريضة، لأن تفكيركم أنتم تفكرون دائما في الأعراض، ولذلك حقدكم على الشيعة. رجل يتكلم معك بأدب تقول له الحمد لله الذي جعلنا ندافع عن الأعراض. يا أخي ما طعنا في الأعراض ولا نقبل أن تطعن في الأعراض، وعندي أنا شخصيا عرض عائشة منزه وطاهر، بل عرض كل زوجات الأنبياء، هذا ما أدين الله تبارك وتعالى. لا أقول هذا الكلام وأخاف منك ولا من غيرك ولا من أي إنسان، هذا معتقدي، كما أنني صرحت أنني لا أترضى عليها ولكنني لا أطعن في عرضه. فهذا الأسلوب إما أن تتكلم بعلم ولك كل الحرية والاحترام وتتكلم بعلم، وإما أن تستخدم هذا الأمر، فصدقني هذا الأمر لن ينفعك. لماذا؟ لأن الناس الآن تتابع ويعلمون سلوك هذه القناة. هذه القناة قناة محترمة تسعى أن تتكلم بعلم ما استطاعت، ولذلك لطفا أنت قلت أنا أنزه أهل البيت. أعيد السؤال، هل يهجر لفظة قبيحة أم لفظة حسنة جيدة؟ ومنهم أهل البيت الذين اختلفوا، لطفا أجب عن السؤال. أهل البيت الذين اختلفوا يعلمهم ابن عباس الذي كان حاضرا، هو الذي قال اختصم أهل البيت. مين هم؟ هو الذي يعلم، هو اللي قال. لا أنا أسألك من هم؟ ابن عباس الذي كان حاضرا، ما كنت أنا. هل أنت كنت حاضر؟ لا، ما أنت قلت أنا أدافع عن أهل البيت، دافعت عن من؟ عن أهل البيت الذين اللي هم من؟ اللي هم من؟ رضي الله عنه. اللي هم من اللي دافعت عنهم؟ اللي هم من؟ سمي لي. اللي يقصدهم ابن عباس. اللي هم من؟ اللي يقصدهم ابن عباس هو اللي كان حاضر، ما كنت أنا حاضر ولا تعاضر. طيب أنت عندما تقول أدافع عن أهل البيت دافعت عن من؟ أعطيني في أسماء 3 4 من هم؟ عن أهل البيت الذين نحبهم. أنت مو قلت الآن، قلت لك أنت دافعت عن عمر بن الخطاب فأوقعت جملة من الصحابة، إذا كنت تعتقد أن لفظ يهجر قبيح قلت أعطيني المجال لكي أعلق، فلما علقت قلت يا ابن الحلال لا تطيل الموضوع، قلت أنا أدافع عن أهل البيت. أسألك من هم أهل البيت الذي انبريت أنت للدفاع عنهم؟ ما أسمائهم ممكن تعطيني؟ كل أهل البيت، كل من علق له علاقة بمحمد فهو من أهل البيت وعلى رؤوسنا وتاج رؤوسنا. مثل من قربة إلى الله. مثل من كل أهل البيت، الحسن الحسين رضي الله عنهما وأرضاهما، وعلي رضي الله عنه واضح وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعقيل رضي الله عنه. واضح أهل البيت. يعني اختلف أهل البيت في رزية الخميس، اختلف الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وابن عباس عليهم السلام، على أهل البيت السلام. الآن تقر أن العباس اختلف مع الحسن والحسين، اختلفوا في رزية الخميس؟ اسأل ابن عباس. أنت قلت الحسن والحسين، ليش أسأل ابن عباس؟ هو اللي قال أهل البيت، أنا قلت لك إحنا كل أهل البيت فوق رؤوسنا. لا مين؟ يا ابن الحلال اسمع عزيز نعم. في غرفة والنبي صلى الله عليه وآله كان في الغرفة، واضح؟ نعم. فالناس داخل الغرفة يقول نعم. اختلف أهل البيت. أنا ما أقول أنه أهل البيت المشار اللي متواجدين فيه، ما أقول هذا الكلام، أنا أريد أذهب معك. اختلف أهل البيت، سألتك من هم أهل البيت؟ قلت لي الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب عليهم السلام والعباس، صح؟ قلت هذا الكلام. وعقيل والعباس وعقيل وآل أبي طالب
طيب بنو جعفر كلهم كانوا في الغرفة، كلهم كانوا في الغرفة قلت كلهم كانوا في الغرفة. لا 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 مين تقولني ما لم أقل. طب أنا سألتك عن أهل البيت في رزية الخميس، من هم؟ الذي عناهم ابن عباس، ما كنت أنا حاضر حتى أقول اللي هم أهل البيت يعني طيب هذه تبين للجمهور الآن مقدار من الذي يعلم ومن الذي يتعلم. انتهينا من هذا الأمر الآن. والله باين زين. الآن لفظ يهجر قاله الصحابة أو لا؟ قالوا أهل البيت الذين اختتموا. وأهل البيت صحابة؟ من الصحابة يعني أهل البيت هم الذين قالوا يهجر، صح؟ أهل البيت الذي قال عنهم ابن عباس. لا. من الذي قال هذه القولة؟ مين الذي قال يهجر؟ من هو؟ اللفظ موجود في صحيح مسلم. مذكور. انت قل لي مين اللي قال يهجر؟ يعني اعطيني اسم واضح واقول لك. زين، معناه ان الذين قالوا يهجر هم مجموعة من الصحابة، لان بلفظ الجمع. سلمت لي مجموعة من الله أعلم من قالها. الله أعلم يا عمي هم في غرفة النبي، وكل من رأى النبي صلى الله عليه وآله يعتبر من أصحابه. زين، فالذين قالوا لا 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 كان منافقين في الغرفة. اسمح لي لا اسمح لي أعلمك شوي. ليس فضل. كل من رأى النبي فهو صحابي. لا هذه لازم تحذفها من مخك يعني. ليس كل من رأى النبي صحابي، بل كل من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك فهو صحابي. متأكد؟ ابن سلول رأى النبي وأبو لهب رأى النبي. زين أنت متأكد أنه ما حد قال، لم يقل إنسان كل من رأى النبي من المسلمين فهو من أصحابه؟ متأكد لم يقل إنسان هذا؟ أي إنسان قال أن كل من رأى النبي صحابي فهو مخطئ. لا، وليس معصوم، ولا هذا اللفظ قوله ليس عجة. هذا اللفظ عزيز أستاذ عزيز. نعم. كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين فهو من أصحابه. هذا الرجل مخطئ أم مصيب؟ هذا مخطئ. زين، أنت الآن خطأت البخاري، لأن البخاري قال هذا الكلام. البخاري أين كان البخاري كل من رأى النبي فهو صحابي؟ وإذا أثبتت لك أمام الجميع الآن ماذا تقول؟ كل من رأى النبي فهو صحابي؟ كل من رأى النبي من المسلمين فهو من أصحابه. أعطيني حديث. لا، إذا أمام الجميع إذا أثبتت لك هذا الأمر. أعطيني بس أشوف. ما واضح. أشوف بعدين. إذا أثبتت لك هذا الأمر وأري الكتاب أمام الجميع ماذا تقول؟ أعطيني. ماذا تقول إذا أريت الكتاب الآن أمام الجميع؟ ماذا تقول؟ لو كان أمام البخاري وأقول له هل أبو لهب أو أبو جهل رأى النبي؟ سيقول لي نعم، فقل له لا أنا قلت اسمع، أنا قلت كل من رأى النبي من المسلمين فهو من أصحابه. تسجيل موجود. من المسلمين فهو من أصحابه؟ إيه، التسجيل موجود، عبارتي موجودة. هذا في الموجود هذا كل من رأى النبي في المسلمين فهو من الصحابة. هذه موجودة في البخاري. أعطيني الحديث. طيب الآن هذه كلمة فصل بيني وبينك، واضح؟ بس خلي أشوف إن شاء الله. إنك خرجت عن الموضوع. أصبر. إنك خرجت عن الموضوع. أصبر يا أستاذ. خرجت عن الموضوع. ممكن أستاذ عزيز اهدى. بس أنت أستاذ عزيز اهدى لطفا. أستاذ عزيز لطفا اهدى بارك الله بك. أنت إنسان مكرم ومحترم في هذه القناة. اهدى بارك الله بك إلى أن أجد. خرجت من الموضوع. أنت خرجت من الموضوع. طيب أنا أشوف إذا لم يكن هذا المجلد مضطر أخذ فاصل لأن أجلب الكتاب وأتي، أو يكون هذا المجلد. بس لحظة. أعرضه بعد أن أمشي. لا أصبر. أعرضه بعد أن أمشي. اشرب كوب ليمون واهدأ. احنا عندنا مش زيكم. احنا عندنا نهار، انتوا عندكم ليل، وجالسين في بيوتكم، وجالسين في شلون جالس انت في استوديو؟ انا مو جالس في استوديو في بيت. انا كيف الوضع؟ انا واخذ بريك عشان اتكلم معاك.
كيف الوضع عندكم؟ الأمور طيبة إن شاء الله؟ ما فيك كورونا؟ العائلة طيبة؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. أنت كويس ما فيك كورونا؟ ما أصابك شيء؟ الحمد لله. عائلتك طيبة إن شاء الله؟ إن شاء الله طيبة عائلتك؟ الحمد لله، وكلكم ان شاء الله طيبين. بس انت خرجت عن الموضوع. انا كنت اكلمك عن الجزائري اللي قال ان عمر هاجر، فانت اي هذا وجدت الكتاب بس اصبر علي ان شاء الله. انت طيب والجميع طيبين، وانا اتمنى لك الصحة والعافية، وان شاء الله دائما تهدأ يا اخي. احنا نقاش، ممكن اتعلم منك، ممكن تتعلم مني، ما في مشكلة. انا يسرني انه اتعلم من اي متصل اخي، ما عندي أي مشكلة في هذا الأمر. صلي على محمد وآل محمد، صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل. شوف أنت الآن ترى الشاشة. أنا قلت لك أنا في سيارتي، أنا في عمل، أنا واخذ بريك. هذا كتاب البخاري ستراه في الإعادة أخواني. هذا كتاب البخاري، هذا كتاب البخاري. هذا يا أخواني أضع القرآن هنا حتى لا أضعه على القرآن. هذا كتاب البخاري أخواني أمامكم، وسوف ترون صدق الشيعي، وأنا أقرأ من المجلد الثاني. هذا كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب فضائل. من كتاب تقرأ؟ من أي كتاب؟ البخاري المجلد الثاني. من صحيح البخاري؟ نعم من صحيح البخاري، والكتاب يشاهدونه الأخوة المشاهدون الآن على الشاشة. البخاري بوب بابا بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. أولا باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. نقطة. بعد ذلك حديث رقم 3649. أخواني وإكراما للأخ الفاضل، سوف أعلم هذا الأمر له حتى ينظره في الإعادة. هذه النقطة أمامكم. سوف أراجع. طيب هذا يا أخوان كما ترون صدق هذا البرنامج وصدق الشيعي عندما يتكلم بعلم. مع العلم كنا نتكلم من حفظي، ولكن هكذا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصدق والكلمة الطيبة. راجع، وبعد ذلك عندما تراجع تأتي أعيد الحديث. ما في حديث. والبخاري، هذا البخاري بوب بابا، وحديث شنو؟ مو قول النبي صلى الله عليه وآله. البخاري بوب باب فضائل الصحابة، ثم قال من صحب النبي صلى الله عليه وآله أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. نقطة، ما في شيء آخر. هنا البخاري يقصد الأصحاب، لأن احنا اسمع احنا ما نطلق الأصحاب على كل إنسان، هو يكون من أصحابه. وإحنا عندنا تعريف للصحابي. الصحابي هو من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك، ها هو الصحابي. بعدين تقول صحابي. شكرا لك. صحابي لأي إنسان. شكرا لك. راجع، وشكرا لك على اتصالك. أنا قلت لك بس الموضوع بكرة بعد أن تتأكد. بكرة بعد أن تتأكد. لا اسمح لي أنا الناس اسمح لي الناس تتصل، فبكرة اتصل أستاذ بكرة لو سمحت. بكرة إن شاء الله بكل أدب واحترام تراجع النص وأتكلم معك في رزية الخميس إن شاء الله. بكرة ما عندي أي مشكلة. شكرا لك أستاذنا. تفضل. من معي؟ تفضل. السلام عليكم. معك عزيز المغربي من أمريكا. أهلا أستاذ عزيز، كيف أحوالك؟ طيب الحمد لله. أنا عندي سؤال. يعني راجعت النص أمس؟ راجعت النص والبخاري أعلم مني، ونحن نلتزم. نحن إذا قال البخاري شيئا فعلى الرأس والخشم والعين. اعلن. نحن لا نقول اسمح لي سيبني أكمل. نحن لا نقول قال فلان ونقول نحن. لا. احنا عندنا علماءنا لما يقول الصحيح نلتزم به،
والله نحن نقول، لأنه احنا مو عقولنا جامدة، إذا قال فلان يخالف القرآن الكريم أضرب بقولي عرض الجدار مهما يكون. أنا هذه طريقة. تلتزم بها. بس لحظة، أولا أريد ألتزم، بس أولا أريد منك الآتي. بس اسمح لي اهدأ شوي، أريد منك الآتي: أن تعلن أمام الجميع أنك أخطأت ونسبت إلي أنني لم أعرف البخاري ولم أعرف ما أقول، وتقول أنا أخطأت وأعتذر. تفضل. نحن عندنا الأصحاب معروفة. الأصحاب إذا قال البخاري أصحاب يعني من آمن به، من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك. يعني تعتذر ولا لا؟ والبخاري أعلم مني. إذا قال شيء أنا لست معصوم، وليس أحد في الدنيا معصوم، ولا أنا ولا أنت ولا علي رضي الله عنه ولا أي إنسان. تعتذر عن خطئك بكل أدب واحترام. أنا إذا كنت أخطأت أنت أخطأت. أنا أقول البخاري على الرأس والخشم والعين. أنت ما قلت لي ائت بالمصدر وتحديتني ورأيتك المصدر ورأيته على الشاشة. قلت لك يا أستاذ وائل، احنا إذا جاء البخاري قال شيء على الرأس والخشم والعين لا نقول قال فلان ونقول نحن. طيب إذا اعتذر. أنا عندي الآن اعتذر لما نسبته لي. أنا اللي متصل الآن. لا، لكن اعتذر عما نسبته لي. اعتذر عما نسبته لي يوم أمس. أنا ما نسبت لك شيئا. أنا قلت لك نحن عندنا الأصحاب هم من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك. قلت لي يا مكرم، قلت لي أنه سخرت، قلت أنت لا تعرف تعريف الصحابي وأنا تحديتك وقلت لي هات الدليل. والله لو رجعت إلى التسجيل لتسمعن أنك قلت في الأول كل من رأى النبي صحابي. والله لو لم تجد هذه، والله إما وجدتها أنا أعتذر. لقد قلت في أول تدخل لك قلت لي ونحن عندنا أن سأرجع للتسجيل، سأتأكد، سوف نتأكد ماشي على العين والرأس. سوف أتأكد وأنا سأعتذر لك إذا كنت مخطئ. تفضل، شنو سؤالك؟ أنا حبيت أعرف كم عدد المعصومين عند الشيعة. ربي يخليك. 14 معصوم. 14 معصوم. ممتاز. يعني ما يدخل غيرهم معهم؟ لا، محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين وأولاد الحسين عليهم السلام. اللهم لك الحمد. أنت لما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين المعصومين، هل خرجت باقي الناس؟ هل خرجت أبي النبي وجد النبي وزينب الصغرى وزينب الكبرى وكل وترك 14 والآخرين ما تسلم عليهم؟ قول لي. نعم، أقول اللهم صل على محمد وآل محمد هؤلاء المعصومين. والآخرين أخرجتهم؟ ليش أخرجتهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم. لا، لما أخرجتهم من صلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على من هم أهل البيت. هذا جوابي بكل بساطة. يعني أخرج الباقين، يعني إذا النبي أخرج الباقين كيف أنت تدخلهم؟ شلون؟ إذا النبي أخرج الباقين كيف أنت تدخلهم؟ لا، من قال أني أدخلتهم؟ أنت تسمعني ولا لا؟ أنت اصبر أستاذ عزيز. أنت تسألني قلت لك أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم هؤلاء 14. النبي صلى الله عليه وآله نعم المعصومين نص عليهم وقال هؤلاء أهل بيتي، وحديث الكساء معروف والكل تعلم بهذا الأمر. فهؤلاء أهل البيت هم هؤلاء. فعندما أقول اللهم صل على محمد وآل محمد على هؤلاء، أنت تقول لي أدخلت غير، أنا ما أدخلت، أنا أقول هؤلاء فقط. هل أنت تصلي على أبي النبي وجد النبي وعلى زينب وعلى غيرها؟ عندما أقول اللهم صل على محمد وآل محمد أقصد بهم هؤلاء المعصومين 14 فقط حصرا. أخرجت الباقي وأخرجت لا، ما هو أنا أخرجت، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي قال هؤلاء أهل بيتي. يعني غير معصومين؟ أي غير معصومين، فقط هؤلاء المعصومين. عبد المطلب غير معصوم؟ لا فقط لا،
قصدي أنت شوف تتكلم حول مسألة المعصومين أهل البيت الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله، قلت لي من هم عندك المعصومين؟ قلت إنه هؤلاء هم المعصومون ال14. نعم. أنا أتكلم عن هؤلاء، فعندما أصلي عن هؤلاء. عبد المطلب هل عبد المطلب لا معصوم ولا مو معصوم؟ أستاذي أنا قلت لك فقط أصلي على هؤلاء المعصومين. نعم فهمتك بهدوء يا أستاذي الغالي بهدوء. هل عبد المطلب جد النبي معصوم ولا لا؟ لا، المعصومين عندنا الأنبياء. لا أنا أريدك أن تقول للشيعة يا شيعة عبد المطلب ليس معصوما. يلا قولها. يا شيعة عبد المطلب ليس معصوما. قل لهم يا شيعة أبو طالب أبو علي رضي الله عنه ليس معصوما. قولها له. تفضل، عندك شيء آخر؟ أنا قلت هذا الكلام، عندك شيء آخر؟ لا أنا قلت أنا أريد شوف أستاذ عزيز لا تستغل طيبة البرنامج. شوف لا تستغل طيبة البرنامج. أنا أجبتك وأنا مع هذا أسلم لك. يا أيها الشيعة والد علي بن أبي طالب عليه السلام غير معصوم. الآن يا شيعة سمعتم؟ الآن اسمح لي، الآن هل سؤال الحلقة من أول من قسم التوحيد؟ أنت كم مرة وعدتني أن تجيب عن سؤال الحلقة؟ والله العظيم أجيبك. متى أنت كل مرة تتكلم وتذهب ولا تجيب؟ متى تجيب؟ أنت بتقطع علي. أنا قلت لك البارح استنى أنت قطعت علي. لا أنت الآن لما دخلت وعندنا حلقة زين، مجرد أنه تكلمنا في كلام الصحابي قلت لك ما معنى كلمة يهجر ومعنى أيضا هربت من الموضوع ولم تجب. قلت لك من هم أهل البيت. نعم قلت لك من هم. قلت لك من هم أهل البيت. نعم قلت لك من هم أهل البيت الذين اختلفوا كما قلت. تركت الموضوع وذهبت. قلت لك الآن من الذي قالوا يهجر؟ تركت الموضوع وذهبت. قلت لك الآن أجب عن السؤال. والله أنت اللي قطعت يا أستاذ وعد. أنت اللي قطعت. زين الآن جاوبني. الآن أجبني عن واحد من الأسئلة التي سألتها. ما الفرق بين سأجيبك والله سأجيبك. متى أنا عندي شيعي سألني. أنا عندي شيعي. لا إله إلا الله. متى تجيب؟ اسمع لي يا أستاذ وعد. خلينا بهدوء. الله يخليك. خلينا بهدوء الناس تستفيد. أنا عندي شيعي وهو يثق في كلامك. عندي شيعي أتكلم معه فقال لي اسأل. أنا لما تكلمت معه هو ما صدقني. أجبت. قلت له راح أسأل. اسمع لي. أجبتك الآن. أستاذ وعد. أنا عندي سؤال آخر. بما لا ليش أنت تسأل أستاذ زينب؟ أنا جاوب الشيعي ما تجاوبني أنا. ليش أنت تسأل؟ بس اسمح لي الآن كم سؤال سألتني وأجيب. والله سأجيبك. متى تجيب؟ سؤال واحد بس. والله بعد السؤال أجيبك. واحد بعد السؤال والله أجيبك. يلا. لا زينب رضي الله عنها اللي عندها مقام كبير يزار. الشيعة كلهم يزور هذا المقام يتبركون به. هل هي معصومة ولا غير معصومة؟ بالله عليكم ماذا أجيب هذا الرجل عندما سألني قبل قليل؟ ما قلت لهم أن المعصومين 14 اللي هم محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين وأولاد الحسين. قلت له هؤلاء هم المعصومين. الآن يسألني زينب. طيب زينب ليست من ضمن هؤلاء سلام الله عليهم وعليه السلام. الآن لماذا يأتي بس لا لحظة. أنا بس اسمح لي يا أيها المشاهد الكريم. ماذا أفعل مع هؤلاء؟ أنتم الآن تسمعون. هو سألني قال من هم المعصومون عندك؟ قلت له محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأولاد الحسين عليهم السلام سلام الله عليهم جميعا. الآن قال أرجوك سؤال آخر. إيش السؤال؟ زينب عليه السلام معصومة؟ طب ما رجعنا للسؤال الأول. أجبتك، لكن هو تضييع للبرنامج حتى يحرفوا البرنامج عن مسار. ثم يقول أنت تقطعني. ماذا أفعل له؟ أنتم احكموا على هذا الرجل. كم مرة الآن أجبته؟ الآن سأعطيه المجال بكل أدب واحترام، وأرجوه رجاء أن يجيب عن الأسئلة الآتية. أولا التي هو فتحها مش أنا، وأنا والله لم أحضر مصدر. أمس تكلمت معه هكذا على الحفظ.
السؤال الآتي: أولا، ما الفرق بين يهجر وغلب عليه الوجع؟ السؤال الثاني: أنت أنكرت على الأخ الحر الجزائري المتصل الذي ركب سفينة النجاة أنه قال أن عمر يهجر. هل لفظ يهجر لفظة بذيئة قبيحة أو لا؟ أرجو أن تجيب عن هذا السؤال الثاني كنت تريد. السؤال الثالث: أنت اعترفت أن أهل البيت اختلفوا، اللي هم أهل البيت. لما قلت لك من؟ قلت لي الحسن والحسين وعقيل والعباس. قلت لك هل هؤلاء اختلفوا وطردهم النبي صلى الله عليه وآله؟ لم تجب عن الموضوع. السؤال الرابع: من الذي قسم التوحيد إلى 3 أقسام؟ لم تجب عنه. السؤال الخامس السادس. ماذا أفعل لك الآن؟ لطفا اختار أي جواب سهل أنت متمكن من الجواب عنه، وتفضل بكل أدب واحترام. تفضل أستاذ. يا أستاذنا الغالي بهدوء، الله يخليك، خلي الناس تستفيد، الله يخليك، بشوي 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 والناس تستفيد. احنا راح نتسلسل من موضوع الى موضوع، نروح من موضوع الى موضوع. احنا الموضوع كان بيناتنا في الاول ان قلت لي وتقلبك في الساجدين، يعني انهم ياتون طاهرين من طاهرين. يعني اذا كان اب النبي مو معصوم، انت بتستدلوا على العصمه من طهاره وطهاركم تطهيرا. هل اب النبي مطهر تطهيرا ولا مش مطهر تطهيرا؟ يلا جاوبني. طيب الآن لو أجبتك عن هذا السؤال تنتهي. أنت قلت آخر سؤال لما سألتني عن زينب عليه السلام، شوف إخواني، قبل قليل قال هذا آخر سؤال، بس سؤال واحد قال لي أجبته. الآن سألني سؤال آخر بس أجبتك يا أستاذ. ما أجبتني ابن الحلال، أجبتك أن المعصومين 14 وزينب ليست منهم عليه السلام. انتهى الجواب. هل زينب تخطئ؟ اسمح لي زينب معرضة للخطأ؟ اسمح لي أنا أجيبك. لا تقاطع. بعد كل من هو ليس بمعصوم معرض للخطأ، كل من ليس بمعصوم معرض. شنو الحمد لله؟ عليش الحمد لله. عليش الحمد لله؟ زينب ليس كل، لأن زينب رضي الله عنها ليس كل تصرف منها فهو يؤخذ. يعني أن لا، هذا الكلام خطأ. هذا ما قلت هذا الكلام. أنا ما قلت هذا الكلام. يعني يمكن أنا الآن أجيبك حتى تفهم. اسمع حتى تتعلم. اسمع. طيب علمني. اسمع. زينب عليه السلام أو العباس عليه السلام أو أي إنسان من غير المعصومين، نقول أن العصمة لهؤلاء وهؤلاء لا عصمة لهم. الآن يبقى الكلام في قدرة الوقوع في الخطأ موجودة عندهم وغير موجودة. الجواب موجودة. يبقى الكلام في أنهم هل وقعوا في الخطأ أم لم يقعوا، هذا مبحث آخر يلزمك الدليل على هذا الأمر. أما أنهم يقعون في الخطأ أو لا يقعون، هم غير معصومين، فممكن أن يقعون في الخطأ وممكن أن لا يقعون في الخطأ. هذا لا يعني أنهم وقعوا في الخطأ. انتهينا من هذه القضية. القضية الثانية أنت تقول إنه اسمع تعلم اسمع تعلم. أنت السؤال الثاني بعد السؤال هذا سألني السؤال الآخر، قال إنه أبو طالب وآباء النبي صلى الله عليه وآله يعني هؤلاء طاهرون. أقول الجواب نعم طاهرون، بمعنى أنهم لم يتلبسوا بالكفر ولا بالشرك. هنالك فرق بين الطاهر الذي معصوم عصمة مطلقة وبين الطاهر الذي لم يتلبس يعني بالشرك والكفر. فمعنى الطهارة عندهم غير معنى الطهارة عند المعصومين. شو الفرق بينهما؟ معنى الطهارة عند المعصومين هو إذهاب الرجس الذي هو مطلق الذنب، لكن الباقين ممكن أن يذنبوا، لكنهم طاهرون بمعنى لا يعبدون الأصنام وليسوا كفر. شوف إخواني، الآن فصلت الجواب وأجبت. الآن لن أستمر معه حتى يجيب. بس لا اسمح لي إخواني، هذا من الإنصاف. كم سؤال سألني، وأنا بالمناسبة لا أبالي بمن يتكلم يعني بالأمور الأخرى، أنه يريد أن يتصيد مني كلام من هنا ومن هنا. لا أبالي. أنا أقول هذا الكلام أمام الله تبارك وتعالى وما أعتقده، وإن أخطأت أعلن أنني أخطأت. طيب الآن لطفا أرجوك رجاء، أول سؤال سألتك هل يهجر كلمة قبيحة بذيئة أم لا؟ تفضل.
أنت قلت لي ما الفرق ما بين يهجر وغلب عليه الواجب. هذا سؤال سهل، تفضل أجب أي سؤال سهل جاوب، تفضل. أنا ما أبحث عن السهل أو الصعب. يلا جاوب تفضل. أنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر في بشريته. أنا في كتب الشيعة أنه لما كان يحتضر جاء الحسن والحسين فما عرفهما من شدة الألم، يعني ما عرف الحسن والحسين في كتبكم. ما الفرق ما الفرق بين يهجر وغلب الوجع؟ يهجر الإنسان قلت لك عنده معاني كثيرة، إما يقول يقول كلام غير مفهوم، قال استفهموه، هذا هو معنى يهجر. يعني بس اسمح لي، بعضهم قال أهجر يعني أمات. لا تعبر. أولا تكلم بهدوء. يهجر معناه أنه يتكلم، بس اسمح لي، يهجر بمعنى أنه يتكلم بكلام غير مفهوم، صح؟ صحيح. هذا المعنى الذي تثبته أنت أمام المشاهدين، أن يهجر هو معنى يهجر الكلام الغير مفهوم، صح؟ اعترف. غير مفهوم. طيب الآن واضح. قل لي ما هو الشيء الغير مفهوم بقول النبي صلى الله عليه وآله آتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. شنو كلام التخريف في هذه الجمل؟ أنت يا أستاذ وعد حضرت الإنسان يموت ولا عمرك حضرت؟ أنت حضرت ولا ما عمرك حضرت الإنسان يموت وهو في سكرات الموت؟ هل حضرت هذا المنظر أو لم تحضره من قبل؟ زين، سؤالي كان أنت قلت أن، بس اسمح لي اهدى لطفا أستاذ عزيز، بالله عليك أنا أريدك أن تتناقش معي لا على نحو الخصم، والله أريد لك الخير. والله أنا أتناقش معك والله يا أستاذ. أريد لك الخير يا أستاذ. وأستاذ يعلم الله أنني غايتي من هذا البرنامج أنه أريد الخير لك ولغيرك. أستاذ احنا والله العظيم ما نريد من هذا الاتصال أن الناس المستمعين يفهموا الحقيقة. شكرا لك. أنت تفضلت الآن أمام الجميع أن كلمة يهجر بمعنى كلام يصدر من الرجل غير مفهوم، يعني يهذي، يعني يخرف. واضح. لا مو يهذي. سوف آتي لك بالمعاني. يعني أنه آتي لك. ما مشكلة. لا يستطيع الكلام، لا يستطيع. ما مشكلة. كلام غير مفهوم. يهجر يعني كلام غير مفهوم. أسحب ذيك الكلمة لأن غيرك قالها، لكن أنا سألتزم بما تقول أنت، كلام غير مفهوم. أنا الآن سألتك، اتركنا من سكرات الموت. النبي لما قال هذه الجملة، إيش في هذه الجملة اللي هو مرتبك غير منضبط لغويا، كلام رجل يعني عقله ذهب؟ إيش هو؟ ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. إيش الكلام الغير مفهوم في هذه الجملة فقط حتى نقول إنه يهجر؟ ثم أغمي عليه، هذا لك نسيتها يا أستاذ وعد. ثم أغمي عليه. لا، هاي الجملة إيش الخطأ اللي فيها اللي غير مفهوم؟ لا ما فيها خطأ، بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم أغمي عليه. اسمح لي وحدة. إذن هذه الجملة باعترافك إنه ما فيها أي خطأ وصدرت من إنسان صحيح العقل، اتفقنا؟ ما نقول على الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح العقل، ما نقول هكذا يا أستاذ وعد. لا، احنا اتفقنا نتكلم قربة إلى الله. بالله عليك كلامي الآن واضح. هذه الجملة أنا وأنت اتفقنا جملة موزونة مرتبة صدرت من إنسان في كامل قواه العقلية، صح؟ صحيح. طيب ليش قلنا عنه أنه يهجر إذا هذه الجملة في كامل قواه العقلية؟ ليش قلنا يهجر؟ لأنه ليس كل كلامه كان مفهوما وكان يغمى عليه. ايش الجملة؟ الروايات. لا بس اسمحي وحدة. ايش الجملة اللي قالها واللي كانت مصداق للهجر؟ ايش الغير مفهومة؟ ايش الجملة قالها؟ لو فهموا ما كان يسمى هجرا، لو فهم ما يقال ما يقول ما يستفهموه.
وأنت تقول على كلام غير مفهوم. ماذا كان؟ هو اسمح لي، هو النبي هي حادثة واحدة يا ابن الحلال يا أستاذ عزيز. النبي مريض على والله معك صادق، والله معك صادق أنا والله عزيز أستاذ عزيز. النبي نعم. في ليلة واحدة، في حادثة واحدة، في مورد واحد، اتكلم بكلمات ونقلوا لنا هذه الكلمات اللي أنا ذكرتها الآن. هذه الكلمات باعترافي واعترافك أنه اتفقنا أن هذه الكلمات لا تصدر إلا من إنسان صحيح العقل بالكامل، وهي صدرت من النبي. يعني النبي في ذلك المرض أنت وأنا نعترف أنه النبي كامل العقل عندما أصدر هذه الكلمات. طيب يأتي إنسان آخر الآن يقول عن نفس الموقف، نفس اللحظات، نفس الدقائق، يقول يهجر. لماذا قال يهجر؟ وإيش الكلمات التي صدرت حتى يأتي إنسان ويقول عنه أنه يتكلم بكلام غير منضبط عقليا؟ يا أستاذ وعد الله يخليك، يعني ما نعود الكلام كثير يعني عشان الوقت وعشان الناس تستفيد. أنا قلت لك أن الكلام غير مفهوم. كيف ستعرف الكلام غير مفهوم؟ هو قال أتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، ولكنه كان يغمى عليه، كان في سكر، كان اشتد عليه، قال إني أوعك كما يوعك 10 رجال منكم. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة يعني في بشريته، كان في حالة صعبة. يعني الآن نتفق أن النبي لم يتكلم شططا على الإطلاق. لا 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 ليس لم تجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شطط أبدا. طيب ليش قالوا له يهجر إذا لم يتكلم على الإطلاق شططا؟ ليش قالوا أنه كان يا أستاذ الله يخليك، ما نطول فيها وهي قصيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه ويفيق، ويقول كلمتين ويغمى عليه ويفيق، وكان الناس يضعون الماء على جبينه. هل معنى يهجر لو فسرنا يهجر نقول يهجر بمعنى يغمى عليه؟ يهجر يقول كلاما غير مفهوم ثم يغمى عليه. طيب ايش الكلام الغير مفهوم؟ ايش هو الكلام الغير مفهوم؟ رجعنا انه النبي تكلم كلاما شططا غير مفهوم. يا صديقي، الكلام غير المفهوم اي انسان يتعرض له في هذا الموقف. انت لو حضرت ايش هو اللي صار؟ ايش هو اللي صدر منه؟ احنا ما نتكلم عن النبي يهجر وشطط وكذا واحنا ما نعرف ايش اللي صدر منه، بل الذي نعرفه كما اتفقت انت وانا انه تكلم بكلام منضبط مسبوك موزون باروع ما يكون. لماذا اقول له يهجر وانا وانت اتفقنا انه تكلم بالكلام الطيب؟ قلت لك أنه أغمي عليه بعد ذلك. ما هي معنى يهجر؟ أتيني ما بعد. لماذا ما الذي تبني له من هذه عشان نخرج من هذه اللي نحن نبقى في حلقة مفرغة؟ قل لي ماذا ينبني على كلام أتوني بكتف ودوات؟ أعطيني ما بعد. معناها أنه هاي اللفظة التي قيلت وفسرت تاج العروس مثلا في القاموس المحيط في أهل اللغة، هذه كلمة فيها إساءة لا تقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنى هذه الكلمة أنه اسمح لي، معنى هذه الكلمة أن النبي يلغى تماما لأن أصبح فاقد الأهلية، وأننا هذا من عندك من تفسيرك. لا هذا من تفسيرك. طيب يا أستاذ وعد، أنا على خطأ. تجيب لي هذا التفسير من أي عالم سني. أتحداك تجيب لي هذا التفسير من أي عالم سني. أتحداك يوم القيامة ما في عالم سني قال أن النبي في هذه اللحظة لا يأخذ كلامه ويضرب كلامه وعرض الحائط لا ما كاين. طيب هم خذوا كلامه أو لا؟ ما أخذ. كيفاش يأخذوا كلمة وأغمي عليه؟ لا الجملة اللي قلتها ما في إغماء، توني بكتف ودوات، ما في إغماء، جملة صحيحة وأنت أيدتني. لماذا لم يأخذوا بكلامي؟ هو أغمي عليه. كيف تحضر ورقة لإنسان أغمي عليه؟ أستاذ أنا الآن صاحي قلت لك يا أستاذ عزيز اتفضل. شوف سأقول بسم الله الرحمن الرحيم، معنا الأستاذ عزيز من المغرب الحبيبة، تفضل أستاذ عزيز تكلم. الآن ماذا يفعل الأستاذ عزيز؟
ماذا ثم يفعل؟ أغمي عليك. أنا إذا كنت بجانبك وأنت سألتني سؤال ورأيتك أغمي عليك، هل أجيبك أم أسعفك؟ قل لي، إذا أنت سألتني قلت لي يا عزيز هل رأيت أباك اليوم وأغمي عليك؟ سأقول لك نعم رأيته في البيت وكان هذا جنون. أما إذا أنت أغمي عليك فأنا أسعفك. أسلم. عندك صحيح البخاري أو مسلم؟ أنا قلت لك أنا أتكلم من عمل أنا في سيارتي أنا الآن. زين. تحب أنا أقرأ لك الحديث ولا بكرة تأتي بالحديث أنه النبي عندما قال هذا الكلام أغمي عليه؟ تحب تنقل لي هذا الكلام بكرة؟ ما مشكل بس أنا أمام الجميع بس اسمح لي حتى نثبت هذه أمام الجميع. غدا أخواني المكرم عزيز سوف ينقل الجملة الآتية أنه قال ائتوني بكتف ودوات ثم بعد ذلك مباشرة أغمي عليه. لا أحسب لك أنه من كتبك أنه ما عرف الحسن والحسين. لا اتركنا من كتبي الآن، اتركنا من كتبي. الشيعة ما موجودين الآن. الشيعة احنا نتكلم الآن عن الأمر الذي أنت ذكرته الآن. لا أحتج عليك من كتبك. غدا أحتج عليك من كتبك. أنت تقول أنه لا يجري منه شيء. أنت قلت أنه لا يجري عليه ما يجري على البشر. وخا أنا أقبل بكرة تجيب البخاري وتجيب كتبي، أقبل، مو مشكلة. يلا بكرة انتظرك. شكرا لك. شكرا. لا أنت ليش ما قلت يا أستاذ وعد ليش ما قلت للجزائري أنت غلطان؟ لأنه قال هذا في البخاري، قال عمر ياجر. بعد أن أكمل معك النقاش سوف أثبت لك أنه مخطئ أو غير إذا كان مخطئ سأخطئه أمامك بعد أن نكمل النقاش. هو خطأ نفسه يوم أمس. هو قال في البخاري وقال كتاب قديم ثم جاء بكتاب آخر. إن شاء الله أصبر إن شاء الله واهدأ. بكرة إن شاء الله نتناقش أنا وأنت. شوف الآن نقاشنا طيب بكل أدب وباحترام، وأنت مرحب بك في هذه القناة وأهلا وسهلا بك. بكرة نتناقش وعلى العين والرأس إن شاء الله. كل الذي تريده سيكون لك إن شاء الله أستاذ عزيز. شكرا لك أستاذنا. العفو. شكرا على الاستضافة. شكرا لك. شكرا. طيب معنا الشيخ سعد الشريف. حيا الله الشيخ سعد. من معي على الهاتف؟ الو من معي؟ الصوت ضعيف. عفوا لحظة. الآن تسمع الآن؟ ممتاز الصوت. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ معك عزيز من أمريكا. عزيز من أين تتكلم عزيز؟ من أمريكا. من أمريكا. حياك الله عزيز. طيب عزيز حياكم الله. أنت وجدت أتكلم بعد أولا تتركني أتكلم أولا وبعدين نتناقش. أنت لما قلت لك هات المصدر كامل، لما قلت عن الإمام الصادق عليه السلام جيت بالمصدر؟ أي كلام تتكلم عنه؟ أي مصدر؟ عن أي رواية تتكلم؟ أنت قلت رواية عن الصادق عليه السلام قال الكلام الآتي، وقلت لك من الذي روى عن الصادق؟ عند ذلك ما أعرف قلت سأتي بالمصدر أو ما جئت بالمصدر، أو قلت لك مرة وهل بحثت وجدت المصدر؟ أنا لا أعرف عن ما تتكلم. أنا ما تكلمت معك عن المصدر نهائيا. أنت تخلط يمكن مع شخص آخر. أنت ما قلت عن الإمام الصادق قال الصادق عليه السلام، ما قلت جعفر الصادق؟ ما تكلمنا عن السند، ما تكلمنا عن المصدر، تكلمنا عن السند. اي جيت بالسند حتى تتكلم ولا ما في عندك سند؟ وهل المرتضى هو أصولي ولا إخباري؟ عندك الآن السند جيت به أو لا؟ هل يا أستاذ إذا تحب نتناقش بعلم خلينا نتناقش بكلمات علمية. طيب لا أنا راح أسمعك. شوفوا إخواني المشكلة وين؟ هؤلاء من يمثلونكم أين هم العلماء؟ أنا سأسمعكم هذا الرجل عندما أنا لماذا أسمعكم هذا الرجل؟ هو تحداني. أسمعكم هذا الرجل لماذا؟ لأنه كنا نتكلم
عن الصحابة الذين يتواجدون في غرفة النبي، مشكلتهم أنه لا يجيبون عن السؤال، فبدأ يخوض في موضوع من هنا ومن هناك. فكنت أتكلم، قلت له كيف هؤلاء يكونون في غرفة النبي وكل من رأى النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة؟ ثم أعدت له، قلت له من المسلمين من الصحابة، قال لا أنت قلت الأول بدون المسلمين، وبدأ يخرج عن الموضوع وقال هذا الكلام غير موجود في البخاري. وأنا وعدتكم بما أنه هو الآن موجود، وعدتكم سوف أظهر لكم هذا أحد النماذج التي تتصل في برنامجي. وأنا أقول الآتي، أقول أريد العلماء أن يجيبوا عن الأسئلة، أرجوكم، أريد شخص يجيب عن الأسئلة. الآن هو قال جعفر الصادق، أقول له من الذي روى عن جعفر الصادق؟ يقول لي هل المرتضى قال وهل المعرف ايش؟ يا أخي قل عندي عن فلان، قل ما عندي، وينتهي الموضوع. الآن إذا سمحتوا لي أسمعكم هذا الرجل، نسمع معا وانظروا ماذا فعل هذا الرجل. اسمعوا بس، صلوا على محمد وآل محمد. أقول لك زين، معناه أن الذين قالوا يهجر هم مجموعة من الصحابة، لأن بلفظ الجمع. سلمت لي مجموعة من الله أعلم من قالها، الله أعلم. يا عمي هم في غرفة النبي، وكل من رأى النبي صلى الله عليه وآله يعتبر من أصحابه. زين، فالذين قالوا لا 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 لا، كان منافقين في الغرفة. اسمح لي لا اسمح لي أعلمك شوي. ليس فضل. كل من رأى النبي فهو صحابي، لا 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 لا، هذه لازم تحذفها من مخك يعني. ليس كل من رأى النبي صحابي، بل كل من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك فهو صحابي. متأكد؟ ابن سلول رأى النبي وأبو لهب رأى النبي. زين أنت متأكد أنه ما حد قال، لم يقل إنسان كل من رأى النبي من المسلمين فهو من أصحابه؟ متأكد لم يقل إنسان هذا؟ أي إنسان قال أن كل من رأى النبي صحابي فهو مخطئ، لا، وليس معصوم، ولا هذا اللفظ قوله ليس عجة. هذا اللفظ عزيز أستاذ عزيز. نعم. كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين فهو من أصحابه. هذا الرجل مخطئ أم مصيب؟ هذا مخطئ. زين، أنت الآن خطأت البخاري، لأن البخاري قال هذا الكلام في منتصف الجبهة. نعم. كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين فهو من أصحابه، صلى الله عليه وآله من المسلمين فهو من أصحابه. نعم. كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين فهو من أصحابه. هذا الرجل مخطئ أم مصيب؟ هذا مخطئ. زين، أنت الآن خطأت البخاري، لأن البخاري قال هذا الكلام. البخاري أين كان البخاري كل من رأى النبي فهو صحابي؟ وإذا أثبتت لك أمام الجميع الآن ماذا تقول؟ كل من رأى النبي فهو صحابي؟ كل من رأى النبي من المسلمين فهو من أصحابه. أعطيني حديث. لا، إذا أمام الجميع إذا أثبتت لك هذا الأمر. أعطيني بس أشوف. ما واضح. أشوف بعدين. إذا أثبتت لك هذا الأمر وأري الكتاب أمام الجميع ماذا تقول؟ أعطيني. ماذا تقول إذا أريت الكتاب الآن أمام الجميع؟ ماذا تقول؟ لو كان أمام البخاري وأقول له هل أبو لهب أو أبو جهل رأى النبي؟ سيقول لي نعم، فقل لا أنا قلت اسمع، أنا قلت كل من رأى النبي من المسلمين فهو من أصحابه. تسجيل موجود. من المسلمين فهو من أصحابه؟ إيه، التسجيل موجود، عبارتي موجودة. هذه في الموجود هذه كل من رأى النبي بالمسلمين فهو من الصحابة. هذه موجودة في البخاري. أعطيني الحديث. طيب، هذه في الموجود هذه كل من رأى النبي بالمسلمين فهو من الصحابة. هذه موجودة في البخاري. أعطيني الحديث. طيب، الآن هذه كلمة فصل بيني وبينك، واضح؟ بس خلي شوف أنت الآن ترى الشاشة.
انا قلت لك انا في سيارتي، انا في عمل، انا طيب. واخذ بريك، انا واخذ بريك. هذا كتاب البخاري ستراه في الإعادة اخواني، هذا كتاب البخاري، هذا كتاب البخاري. هذا يا اخواني اضع القرآن هنا حتى لا اضعه على القرآن. هذا كتاب البخاري اخواني امامكم، وسوف ترون صدق الشيعي، وانا اقرأ من المجلد الثاني. هذا كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. باب فضائل. من كتاب تقرأ؟ من اي كتاب؟ البخاري المجلد الثاني. من صحيح البخاري؟ نعم، من صحيح البخاري، والكتاب يشاهدونه الأخوة المشاهدون الآن على الشاشة. البخاري بوب بابا بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. أولا، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. نقطة. بعد ذلك حديث رقم 3649. أخواني وإكراما للأخ الفاضل، سوف أعلم هذا الأمر له حتى ينظره في الإعادة. هذه النقطة أمامكم. سوف أراجع. طيب، هذا يا أخوان كما ترون صدق هذا البرنامج وصدق الشيعي عندما يتكلم بعلم، مع العلم كنا نتكلم من حفظي، ولكن هكذا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصدق والكلمة الطيبة. راجع، وبعد ذلك عندما تراجع تأتي أعيد الحديث. ما في حديث. والبخاري، هذا البخاري بوب بابا، وحديث شنو؟ مو قول النبي صلى الله عليه وآله. البخاري بوب باب فضائل الصحابة، ثم قال من صحب النبي صلى الله عليه وآله أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. نقطة، ما في شيء آخر. هنا البخاري يقصد الأصحاب، لأن احنا اسمع احنا ما نطلق الأصحاب على كل إنسان، هو يكون من أصحابه. واحنا عندنا تعريف للصحابي. الصحابي هو من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك، ها هو الصحابي. بعدين تقول صحابي. شكرا لك. صحابي لأي إنسان. معك عزيز المغربي من أمريكا. أهلا أستاذ عزيز، كيف أحوالك؟ طيب الحمد لله. أنا عندي سؤال، يعني راجعت النص أمس؟ راجعت النص والبخاري أعلم مني، ونحن نلتزم. نحن إذا قال البخاري شيئا فعلى الرأس والخشم والعين. يعني تعتذر ولا لا؟ والبخاري أعلم مني، إذا قال شيء أنا لست معصوم. في منتصف الجبهة. طيب، عدنا معكم بعد هذا الفاصل المكرم. وأنا الآن أخاطب الأخوان. هؤلاء من يمثلونكم؟ أترفعون رأسا بهؤلاء؟ هل هؤلاء هم المشايخ الذين يقولون لكم؟ هذا الرجل قبل ليلتين أو ثلاثة يقول أنا أناظر، هو ما يعرف أنه البخاري ماذا عرف الصحابي. فابتلينا حقيقة، نحن ابتلينا بهكذا أمور، ثم يكتبون على المواقع وكذا أنت تفعل وأنت تهرب. إيش أفعل إذا هؤلاء هذه هي النماذج؟ ماذا أصنع معهم؟ هذا الكلام دام كثيرا، لكن أنا أظهرت موضع الشاهد. لماذا؟ لأنه يلف ويدور كما الآن تراقبون الأسئلة، يلفون ويدورون، لا يستطيعون الإجابة عن الأسئلة. يا عمي سؤال بسيط استفهموه، عندما استفهموا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا استفهموه. إيش يعني استفهموه؟ هذا يقول كذا، هذا يقول خفض الصوت، صعد الصوت، يعني وكأنما هي شبكة موبايلات. النبي سمعوه، تقطعت الشبكة، رجعوا ما سمعوه، رجعت الشبكة، سمعوه، تقطعوا، أجيزوا الوفد كأنما النبي ائتوني بكتاب، قطعت الشبكة، رجع أكتب لكم، رجعت الشبكة،
لن تضلوا بعده، رجعت الشبكة، سكت، بعد ذلك لم يسمعوه، قال قوموا عني، سمعوه، قال أجيزوا الوفد. إيش هذا الكلام؟ ماذا بكم؟ هذه الكتب التي يستدل بها هل تستطيعون الجواب أو لا؟ نقطة راس سطر. طيب، هذا المكرم أحد الضحايا المساكين الذين. طيب تفضل، من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.